احنا هنتكلم عن الطاقة. طيب الطاقة ما بين انها سحر ودجل وشعوذة وعلم الشياطين والجن، وما بين انها علم المصريين القدماء وعلم الاصل، واللي بيفهمه بيفهم في كل حاجة. الاول هنعرف ايه هي الطاقة. الطاقة زي ما في طاقة كهربائية وطاقة كهرومغناطيسية وطاقة نووية. الطاقة تعريفها البسيط جدا هي القدرة على إحداث أثر، فأي حاجة بتحدث أثر دي بنسميها طاقة. زي كده اما بشغل النور الاقي النور يشتغل، دي كده طاقة كهربائية، في حصل أثر ورا ان انا دوست على الزرار. تمام كده؟ طيب اكتشفوا ايه بقى؟ ان في اثر بيجي من الكلمه. يعني انا ممكن اقول لواحد كلمه تضايقه فيبدا يتعصب ويزعل، فيبدا حرفيا يسخن ودانه تحمر، فلقوا ان في اثر. فاذا الكلمه هنا اكتشفوا ان ليها طاقه. طيب وليه الكلمات كلها اكتشفوا ان لها طاقه؟ اما واحد بيروح يتقدم لواحده ويقول لها بحبك، فتبدا هي تفرح وتبدا تتكسف وتبدا تعرق ايديها ترتعش، ففي اثر. فاكتشفوا ان في حاجه اسمها اثر للكلمه. فجاء عالم في اليابان اسمه ايموتو. العالم دوت عمل ايه؟ صور طاقه الكلمه، صورها حرفيا يعني فيزيكال. جاب الميه، فكان يقول للميه ايه؟ بحبك، ويروح مجمد شويه الميه دول ويروح حاططهم في الفريزر. بعد ما يجمدهم يروح حاططهم تحت الميكروسكوب، يشوف شكل طاقه الكلمه اللي هو طلعها من بقه على الميه، على ذرات الميه. فيجي لشويه ميه تانيين يقول لهم مثلا ايه؟ بكرهك. فاهمني ازاي؟ ويروح مجمدهم وحاططهم تحت الميكروسكوب. فلقى ان في اشكال، ان كلمه بحبك بتدي شكل حلو جدا، كلمه بكرهك تدي شكل وحش جدا.